لان احنا بننظر للمرأة على انها حديد، حيطة، ما عندهاش احساس. طبعا طبعا بيحصل. هو لما يقول لها اخوكي اخويا هيجيلك يشوف طلباتك، او صاحب الفلاني هيجيلك يشوف طلباتك، ويجوا بعد كده مرة في مرة في مرة يتم الخلوة بينهما، وهي تحتاج إلى رجل، لأن إحنا بننظر للمرأة على إنها حديد، حيطة، ما عندهاش إحساس. طبعا زي ما الرجل يحتاج إلى امرأة، المرأة تحتاج إلى رجل. فلا بد أن كل منهما، ولذلك يعني ليه ربنا شرع الزواج بين الرجل والمرأة؟ لأن كل منهما يحتاج إلى الآخر. فهنا أنا دايما يعني أقول جرس الإنذار